ازيكم يا احلى عالم في الدنيا. هنكمل باقي تخزين رمضان وتجهيزات رمضان. ويلا بقى، كل سنة وانتم طيبين. الطماطم والصلصة اهم حاجة في البيت. بصوا، هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. جبنا الطماطم، الكمية بقى اللي انتي هتعمليها. بصي، هاتيها شوية شوية علشان ما تبقاش تقيلة عليكي وكتير عليكي ومجهود. انا قطعتها كلها، وبعد كده خليت كام واحدة كده نقطعهم مع بعضينا. اكيد طبعا كلنا بنعرف نقطع الطماطم، مش حوار يعني، بس قلت ايه نقطعها مع بعضينا بقى. بصوا، انا قطعتها كده 4 تربع بس. هي كانت حلوة بصراحة الطماطم. هو الوقت ده يعني ميعادها حلو جدا. بصوا، حلوة قوي، وهي كانت مسكرة وجميلة. فدي اهم حاجة في البيت، واهم حاجة في رمضان وفي اي وقت. بصوا، انا قطعت الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده رحت ايه زي ما هي كده، ما عملتش فيها اي حاجة، ما حطيتش عليها مية ولا حطيت عليها اي حاجة خالص. حطيتها على النار. بصوا، مش هتحطي اي حاجة نهائي، ولا شوية مية ولا اي حاجة خالص. هي بقى نزلت ميتها واستوت معانا كده تقريبا، يعني الوقت ده بالظبط بالظبط ربع ساعة. ما خدتش اكتر من ربع ساعة، يعني هنا في المرحلة دي كان عدى عليها ربع ساعة مش اكتر من كده. وبصوا وصلت لايه، طرية جدا اهي. انا كنت طفيت عليها خلاص النار، وشايفين ميتها نزلت ازاي. بعد كده انا مسكت الهاند بلندر، ورحت ايه قعدت ضربتها كويس جدا. انتي ممكن لو مش متاح عندك الهاند بلندر او مش حابة تعملي بيه، ممكن تحطيها في الخلاط. شوفي الاسهل لك ايه، يعني سواء الخلاط هتنفع طبعا، الهاند بلندر هتنفع. بس انا بالنسبه لي استسهلت كده. وممكن ان انتي من البدايه خالص بدل ما تقطعيها وتحطيها على النار، ممكن تضربيها الاول في الخلاط من قبل اي حاجه، وبعد كده تحطيها على النار. بس انا استسهلت حاجه زي دي بالنسبه لي، فقطعتها وحطيتها على النار، وبعد كده رحت قعدت اضرب بقى فيها بالهاند بلندر لحد ما بقيت ما فيهاش اي تكتلات نهائي. بصوا شايفين، انا يا دوب طفيت عليها النار على طول ويعني عملتها بالهاند بلندر. انت لو هتعمليها في الخلاط استني عليها شوية، يعني سيبيها تبرد شوية. ده لو حابة ان انت تسيبيها تستوي الاول مع نفسها شوية وبعد كده تعمليها، لكن لو من البداية هتعمليها تمام. بصي، اهو هنا بوريكم ان خلاص يعني كده اتضربت تماما وما فيهاش اي تكتلات. وبعد كده انا بحب اصفيها، ما بحبش اللي هو القشر بتاعها. جبت مصفى وجبت تحتيها حلة، عندك بولة اي حاجة حطيها تحتيها، بس اهم حاجة تكون نفس مقاس المصفى، بحيث ان ما تنزلش طبعا من هنا ومن هنا وتبهدل الدنيا. ونزلت يعني ايه، سبتها يا دوب تقريبا 5 دقايق مش اكتر من كده، عشان كده هي لسه سخنة. ونزلت بيها، وبعد كده قعدت بالسباتيولا بقى قلبت فيها. على فكرة هي ما خدتش مني وقت، ما خدتش مني وقت خالص يعني. وانتي بتصفيها برضو، انتي لو مش حابة ان انتي تصفيها براحتك، برضو ما تصفيهاش. يعني النقطة دي اختيارية ليكي براحتك، انتي اللي انتي حباه اعمليه. بس انا مع نفسي ما بحبش اللي هو القشر بتاعها ولا البذر. هو برضو بينزل يعني بذر لحد ما بسيط، بس طبعا مش بالكمية كلها. وبتبقى جميلة جدا، ولا تبوظ منك ولا تعفن منك ولا اي حاجة خالص خالص خالص. وهتحطيها في الفريزر وهتطلع معاكي زي الفل. خزنيها من السنة للسنة لو حابة، هتطلع معاكي ما فيهاش غلطة، ما فيهاش اي حاجة. ويا دوب هتنزلي، ما هي خلاص اوريدي كده متسبكة وتمام. فانتي هتحطيها مثلا على اي طبيخ، مكرونة، اي حاجة انتي هتعمليها بيها هتحطيها على طول، وهتلاقيها خلاص ما خدتش معاكي وقت. انتي تطلعيها عايزة تطلعيها برضو، يعني دي مش زي مثلا الخضار وكده تطلعيها على الحلة على طول. لا، عايزة تطلعيها قبليها تمام، عايزة تطلعيها وتحطيها على الحلة على طول تمام.
براحتك. فهي يعني مهم جدًا، أهم حاجة بصراحة. بُصّوا بدأت خلاص إن هي يعني تبقى نزلت تقريبًا 3/4. بعد كده جِبت الكوباية دي، القاع بتاع الكوباية إيه، يعني تخين كده كبير شوية، وقعدت قُلت إيه أسهّل على نفسي الدنيا بقى شوية، وطبعًا مش هاقدر أنزل عليها بإيدي هاموت. بُصّوا بانزّل كل حاجة فيها، كل العصير يعني كل عصير الطماطم اللي فيها بينزل، ما بنسيبش أي حاجة، إحنا اقتصاديين أوي وجامدين أوي، أيوه. بُصّوا كده خلاص، كده ما فيهاش أي حاجة، هو ده بقى القشر والبذر. بُصّوا طالعة إزاي بقى، بوري جدًا، فظيعة، شايفين؟ حطّوا لايك. يالّا حطّوا لايك. اسمعوا كلام لولي، حطّوا لايك. وبعد كده هارجع في الحلة تاني علشان هارجّعها على النار تاني، هارجّعها على النار تاني بحيث إن هي إيه بقى، تتسبِّك معانا أكتر، تبقى خلاص تمام، وعشان ما تاخدش حيّز برضه مننا، وده السُكّر، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتتحط. شايفين الكمية دي حطيت عليها 3 معالق، 3 معالق اللي هُم بتوع الأكل الكبار. بحبحي إيدِك. وما تقلقيش يعني السُكّر مش هتلاقيها مثلًا مسكّرة ولا أي حاجة، لأ هتلاقيها تمام. بُصّوا هنا كانت بتغلي، وبعد كده دلوقتي خلاص، شايفين تقلت معانا إزاي؟ بُصّوا، وبعد كده أنا سِبتها بقى من بالليل للصبح، غطّيتها وسِبتها من بالليل للصبح تبرد تمامًا. لو حابة تحطيها في برطمانات براحتك حطيها، بس أنا باحب أحطها في اللي هي الأكياس بتاعة التلاجة دي، باحطها وبعد كده خلاص يعني باستخدمها وبارمي الكيس خلاص. فأنا بالنسبة لي حاجة زي كده أسهل، لو حابة برضه ممكن تحطيها في البرطمانات عادي يعني، المتاح عندِك اعمليه. بس وبعد كده حطيت الصلصة في الكيس وبنطلّع بقى الهوا. بُصّوا، باورّيكم إن إحنا بنطلّع الهوا منه، وبعد كده باربط الكيس كده، بهدل لي الدنيا. بس، وبعد كده بُصّوا بنبطّطه كده، بحيث إن إحنا لمّا نحطه في الdeep freezer أو الفريزر عندِك، يعني إيه، يبقى مش واخد مكان، مش مكلكع بقى وواخد مكان، هتحطيهم فوق بعضيهم مش هياخدوا منِّك مكان خالص. هي تقيلة، فأنتِ هتحطي منها كمية بسيطة، يعني هتلاقيها تمام معاكِ أوي. وغير كده أنتِ حطّي مثلًا الكمية اللي أنتِ حاباها، أو لو مثلًا هتحطّي كمية قليلة وحبيتِ تستخدمي تاني هتطلّعي كيس تاني وهكذا. بس اللي هو بيبقى الأحسن إن أنتِ حطّي مثلًا، أنتِ عارفة أنتِ بتستخدمي قد إيه في الأكلة بتاعتِك وهتحطّيه. بُصّوا، قُلت أورّيكم كيس تاني يعني إيه، نعمله مع بعضينا. باطلّع أهم حاجة منّه الهوا، وبعد كده باروح إيه، أرصّهم فوق بعضيهم كده، بيبقوا متبطّطين، ما بياخدش منِّك مكان خالص، وهيتفكّوا منِّك بسهولة، يعني لمّا يتجمّدوا هتلاقيهم طالعين يعني معاكِ بسهولة، مش لزقوا في بعض لأ. بُصّوا، خلاص عملوا معانا كمية كويسة. بس يالّا بقى نحط لايك واشتراك وسبسكرايب.